مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين ياقوشة مراسلة محافظة الغربية. احنا معانا سيادة المستشار وليد الفولي، محامي محمد ضحية النمر الذي اتهم ذراعه في سيرك طنطا، الواقعة التي أثارت الرأي العام وكل الحقيقة كان مهتم بها خلال الأيام الماضية. الحقيقة إن النهاردة في جديد هيكلمنا عنه سيادة المستشار، وهو طبعا النيابة كانت موجودة عند محمد يعني أول امبارح، وكانت في مفاجأة إن شهود اللي موجودين أو العاملين في السيرك أكدوا إن محمد ما كانش موجود معاهم أو ما كانش شغال معاهم. هي مفاجأة كبيرة سيادة المستشار هيقولها لنا بقى النهاردة، وهيقول لنا تفاصيل التحقيقات. برحب بحضرتك سيادة المستشار. برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين، وبنقول يا رب في قضيه محمد ديت نخلص بقى التحقيقات بتاعتها وندي القرار النهائي فيها للساده المشاهدين وكل الناس اللي متابعه محمد وقضيه محمد يعني. طب يعني زي ما قلت ان في مفاجأة الحقيقة ما كانتش على البال خالص حصلت في التحقيق. حضرتك هتقول لنا بقى ايه هي المفاجأة بتفاصيلها؟ طبعا احنا كنا تقدمنا بطلب للنيابه العامه بانتداب احد الساده وكلاء النيابه لمستشفى طنطا الجامعي لسؤال محمد في اقواله وتوجيه اتهامات مباشره، لانه ما كانش وجه اتهامات مباشره في بدايه المحضر. وبالفعل استجابت النيابه العامه وانتقل احد الساده النواب الى مستشفى طنطا الجامعي في تمام تقريبا الساعه 5:30 اخر النهار، واستمرت التحقيقات مع محمد. الكلام ده من يومين لحد الساعه 10:30. طول الاربع او الخمس ساعات دول تحقيقات متواصله مع محمد في مواجهته باقواله وسماع اقواله واتهاماته. ولكن في نهايه التحقيق النيابه العامه واجهت محمد باقوال الشهود اللي استشهدت بيهم المدربه انوسه، وفي نفس الوقت النيابه العامه طلبت كل من كان متواجد اثناء الحادث لسماع اقواله. وطبعا معظمهم من الناس العمال او الزملاء اللي محمد اللي كانوا موجودين في السيرك. الغريب في الامر ان احنا فوجئنا ان اقوالهم كلها متناقضه مع اللي قاله محمد، لان هم كل اقوالهم بتدور حوالين ان محمد ما كانش شغال معانا، ان محمد كان جاي ضيف، ان محمد احنا نبهنا عليه ما يقفش عند الحديد ويحط ايده جوه. طبعا بعض الكلمات كلها بتدور حوالين هذا الامر، وكانت مفاجاه وصدمه لمحمد طبعا. يعني يمكن كلهم يا فندم اكدوا نفس الكلام ده ولا كان في تضارب في الكلام ما بينهم؟ لا، هو كل الحوار ما بين الشهود بيدور حوالين الامر ده، ان محمد مش شغال معانا. طبعا ده على خلاف كل اللي حصل في الفتره الاولانيه في الفيديوهات اللي كانت موجوده للمدربه انوسه اللي قالت بلسانها على الهواء ان محمد شغال معايا بقاله 5 سنين، وعلى خلاف اللي هي قالته كمان في التحقيقات في اقوالها في اول سؤالها خالص، قالت ان محمد شغال مساعد مدرب وبقاله معايا 5 سنين، وعلى خلاف اللي محمد قاله ان هو شغال معاهم بقاله فتره طويله، ونزل فيديوهات ليه وهو في قلب السيرك وبيلعب مع الاسود وبيلعب مع النمور. وعلى خلاف الفيديوهات اللي موجوده لسه معانا وهنتقدم بها برضو للنيابه العامه مره تانية، اللي بتبين ان محمد كان في بدايه العرض والشو بيفك الاسد او النمر الاصفر، وبعد ما خلص النمره بتاعته بدا ان هو يربط تاني النمر الاصفر. فيعني اذا برضو مشينا على روايه ان محمد مش شغال معانا، فدي مصيبه اكبر، ان انت تسمح لواحد مش شغال معاك ان هو يتخطى منطقه الامان وينزل يمسك الحديد بتاع القفص ويمد ايده جوه في القفص ويمسك الحبل بتاع النمر ويطبطب على النمر ويشاور له ويقعده، كل دوت وانت بتقول الراجل ده مش شغال معايا. دي قمه الاهمال والرعونه انك تسمح بحاجه زي كده. فقول ان هو مش شغال معانا ده لا يعفي من المسؤوليه، بل بالعكس ده هتبقى المسؤوليه اكبر. انت ازاي تسمح لشخص زي ده فيه اهمال؟ والمسؤوليه ساعتها مش هتكون لانوسه بس، المسؤوليه هتكون كمان لكل المسؤول عن التامين للجزء اللي هو الفاصل الامان ما بين الجمهور والقفص الحديدي. انت في عمال واساسا المفروض وفي موظفين امن المفروض بيبقوا واقفين يمنعوا اي حد يخش. في الحاله دي انا هبدا اطلب الناس اللي كانت شغاله ومسؤوله عن الامن ازاي سمح لواحد زي ده يخش، وهتبقى المسؤوليه على اكتر من واحد مش انوسه بس. فطبعا ديت كلها محاور جديده في القضيه خلاف كده اساسا. فزي ما هم شهدوا وفي شهود اتسالوا في النيابه، احنا عندنا برضو يعني الحق بيدينا القانون ان احنا نسال برضو شهودنا ونقدم طلب للنيابه العامه، وده اللي هيحصل ان شاء الله يعني يوم السبت. باذن الله يوم السبت انا هتقدم بطلب للنيابه العامه بسماع شهود محمد بقى وزملائه برضو اللي كانوا موجودين اللي هيقولوا الحقيقه برضو اللي حصلت، زائد ان كان في ناس متواجده كمان شافوا محمد في العرض الاولاني. يعني المعروف ان بيبقى فيه اكتر من عرض في اليوم. العرض الاولاني محمد كان متواجد فيه من اوله لاخره وعمل نفس النمره بتاعته ونفس الدور بتاعه والوظيفه بتاعته. العرض الثاني بقى اللي هو حصل فيه الواقعه
كان محمد برضه في نفس مكانه وفي نفس منصبه، فازاي انت تقول مش شغال معانا؟ هو اصلا من اول اليوم واقف بيعمل نفس الاجراءات بتاعته ونفس الدور بتاعه اللي مطلوب منه، مقابل ال 170 جنيه اللي بياخدهم في اليوم. ده اللي كان بيحصل يعني. طب هل يا فندم يعني شهادة العاملين في السر هل هتؤثر على موقف محمد؟ لا، هو الشهود بتكون يعني اجراء من ضمن اجراءات التحقيقات، ولكن مش معنى ان في شهود قالوا ان هو مش شغال معاهم ان هيؤخذ باقوالهم خلاص والقضيه هتنتهي. لا بالعكس، النيابه العامه بتفطن جدا لكل هذه المحاور، وعارفه ان في شاهد ممكن يكون صحيح، وفي شاهد ممكن يكون مملى عليه الكلام، وفي شاهد ممكن يكون جاي ما شافش حاجه. فالنيابه العامه طبعا بتحقق بشكل، بتسمع من اكتر من شخص وبتشوف فيديوهات وبتسال المجني عليه وبتسال المتهم، وبتبدا تطلع القرينه النهائيه او التحقيق النهائي اللي هتوصل ليه من جميع هذه الحقائق. بياتي دورنا احنا بقى بعد النهايه العامه، النيابه العامه لما تنتهي من تحقيقاتها، انا اذا يعني رايت في المحضر بتاعي بصفه عامه بقى ايا كان محمد او غير محمد، اي محضر اذا لقينا فيه بعض من الشهود حضروا واقروا بشهاده على غير الحقيقه، انا من حقي كمحامي ومن حق اي حد متضرر انه يقدم يعني شكوى رسميه باتهامه بالتزوير، شهاده زور، باخفاء الحقائق او تغيير مسمى الحقيقه. ديت من حق قانون. فدي قاعده عامه في اي قضيه، اذا حد ضرني بشهادته على غير الواقع وانا ثبت بعد كده ان الكلام اللي قاله دوت غير صحيح، برجع عليه بالتزوير، وده امر كم قانوني شاهد يا يعني. فندم شهد ضد محمد؟ اعتقد من 5 شهود ل6 شهود تقريبا يعني. 5 أو 6 بس ده عدد كبير. ما هو النيابه العامه بتحاول تسمع اكتر من واحد عشان تطلع الحقيقه صح. وطبعا يعني الشهود اللي بتتسال مع الناس المسؤولين اللي اتسالوا، كل ده هيبين مين الشهاده بتاعته اللي صح اكيد يعني. الشهود دول ما زالوا عاملين مع النوسة لحد دلوقتي؟ ده اكيد طبعا يعني. وشيء طبيعي ان هم لو هيبداوا يشهدوا فبيشهدوا بالشكل اللي هو يعني ما يكونش فيه ضرر لصاحبه يعني. فان شاء الله يعني كل حاجه هتبان في نهايه التحقيقات يعني. تمام. احنا من جانب محمد في شهود اخرين، كم شاهد ممكن يشهد بقى دلوقتي مع محمد؟ والله انا طلبت من محمد على الاقل 2 شهود، وان شاء الله يعني يوم السبت هنتقدم بطلب للنيابه العامه بسماحهم، والنيابه هي اللي صاحبه الحق انها تاخذ شهاده شخص او تطرح الاخر يعني. طب واقع بقى الكلام ده على محمد ايه؟ لان انا عرفت ان محمد طبعا ساعه ما عرف حاجه زي كده حصل له حاله انهيار، وكان بيقول ان هو خلاص مش عايز يكمل ومش عايز يعيش حاجات كده. ده صحيح. انا فوجئت بعد انتهاء التحقيقات بمكالمه جايه لي من اهليه محمد ان كان في حد من الزملاء الصحفيين بيصور معاه لايف، ومحمد انهار في اللايف وحصل له حاله اغماء، وتم وضعه بعدها على اجهزه التنفس الصناعي. وان كل الكلمات اللي كان بيرددها ان انا اتخاذلت في اصحابي، انا اللي موديهم اصلا ومعلمهم الشغلانه، احنا كنا بناكل عيش وملح مع بعض، ليه كده يا عم شعبان؟ انا عايز انتحر، ليه بيقولوا عليا كده؟ انا دراعي راح خلاص، بس هم مش فاكرين ان انا دراعي راح، انا يعني عايش ازاي؟ انا مش عايز حاجه تاني خلاص. كل الحاجات دي انا سمعتها في التليفون، واهليته موجودين معايا على الخط يعني للاسف. بس يعني بنحاول الحمد لله الناس كلها تقوي معنوياته شويه، والبركه في الناس اللي بتروح له، الصحفيين اللي حضراتكم بتروحوا برضه بتحاولوا ترفعوا روحه المعنويه يعني. اخر مره تواصلت مع محمد امتى؟ النهارده الصبح كنا بنظبط اسماء الشهود اللي هنتقدم بطلب رسمي بيهم اليوم السبت ان شاء الله. تمام. يعني محمد كان من ضمن الكلام طبعا قبل ما يحصل بقى موضوع تحقيقات النيابه ده، كان بيقول ان هو يعني هيطالب بتعويض، والتعويض يعني ما يعادل 50 ناقه، وده يعني الديه الشرعيه في الاسلام وكده. كان رد حضرتك ايه على كده؟ والله يمكن الكلام ده احنا اتسالنا فيه في اكتر من لقاء، ولكن هو طبعا فكره ان احنا نطلب تعويضات ده امر منتهي، ولكن في نهايه الامر يعني في البدايه انا لازم اثبت الاول من المخطئ، وابقى عارف مين اللي هرجع عليه بالتعويضات. زائد ان احنا مرحله التعويضات دي في النهايه بنوصل لها بعد ما يكون في حكم نهائي. طيب فكره اللي طرح في يعني عرض ال50 ناقه دوت احد زملاء محمد واللي موجودين معاه بيحاول يرفع من روحه المعنويه طبعا، وبيزق فيه يعني شويه، خليك جامد يا محمد، احنا حقك الشرعي بيكون 50 ناقه. انا سمعت الكلام ده في وسائل التواصل كتير، وحتى فوجئت بمنشور عن دار الافتاء بتقول ان الكلام ده صحيح فعلا، ان الديه قطع الذراع هي 50 ناقه. انا دي كانت معلومه جديده بصراحه بالنسبه لي، انا شفتها يعني بسبب الاشاعه اللي طلعت ديت لما لقيت الافتاء بترد. فكنت يعني بقول او بلوم على اصدقاء محمد ان احنا ما نتكلمش في تعويضات دلوقتي الا لما نثبت الحق الاول، ولكن بعد ما شفت رد بتاع دار الافتاء يعني. حضرتك ممكن تطالب بحاجه زي كده؟ لا انا مش هطالب ب50 ناقه بقى يعني ما يعادل 5 مليون.
هو التعويضات طبعا معروف قيمتها. المحاكم احنا بنطلب من المحكمه التعويض المناسب، والمحكمه هي اللي بتقدر قيمه التعويض يعني. ولكن اي شخص مكان محمد اعتقد ان مش هيكفيه ملايين الدنيا في دراعه. وهو ده اللي قاله محمد بعد ما وصل له ان الناس بتتريق عليه او على مقوله 50 ناقه. قال انا لا عايز 50 ولا عايز 100، انا يرجعوا لي دراع وهم ياخدوا ال 100 ناقه. طب ما هي الخطوه القادمه؟ الخطوه القادمه بنستعجل تحقيقات النيابه العامه. احنا واخدين وعود ان شاء الله ان الاسبوع القادم هتكون منتهيه التحقيقات، وكلنا امل وثقه في القضاء المصري ان حق الناس هيرجع. والوقفه الاساسيه والدور المهم اللي احنا بنحاول ننوه عنه دلوقتي ان الموضوع زي كل مره ما بكرر مش قضيه محمد لوحده. احنا الموضوع في ان في عمال مصريين بيتعرضوا لمثل هذه الحوادث في اكتر من مكان. عمال في المصانع، عمال في الورش، في الاماكن دي كلها بيتعرضوا لاصابات وعجز قد بيوصل لعجز كلي، وبيفضلوا للاسف يدوروا على حقهم، وبيتنصل صاحب العمل من المسؤوليه زي ما احنا شايفين كده، وحقه بيضيع على مدار سنوات امام القضاء والمحاكم. لازم يكون في وقفه مهمه جدا ان العمال المصريين يتم تعديل تشريع ليهم، يتم تحديد مبالغ تعويضات ثابته ليهم في حالات زي دي، يتم اجبار صاحب العمل على تحرير وثائق تامين تكون متوفره في حاله حدوث حوادث بالشكل دوت. دي الجزئيه الاولانيه. الجزئيه الثانيه ان السيرك والتعامل مع الحيوانات المفترسه ما يصحش انه يكون بالسهوله والسذاجه اللي احنا شفناها في الواقعه بتاعت محمد. التعامل مع حيوانات مفترسه يعني وسائل امان، يعني ما يشتغلش سيرك ويفتح واخش وادخل جمهور الا لما اتاكد انا كمسؤول ان كل الاشتراطات موجوده ويبقى في تفتيش يومي. لكن اللي حصل في حادث محمد ده ثبت عجز وضعف كل الامكانيات في مراقبه وتحديد مدى امكانيه التعامل مع الحيوانات المفترسه، وللاسف دي كانت سقطه كبيره جدا يعني. هتعتمد بقى بعد كده في التحقيقات ومتابعه التحقيقات تضارب الاقوال، يعني تضارب شهاده العاملين في السيرك مع الكلام اللي قالته انوسه بنفسها عبر صفحتها يعني. ده اكيد طبعا يعني ده بيبقى بعد التحقيقات ما تخلص بنبدا ان احنا نقارن ما بين كل اقوال الشهود، كل اقوال الساده المسؤولين، والموضوع بيتنظر بقى قدام المحكمه بصوره اوسع ونطاق اعلى، وبنبدا نتكلم في الكلام ده كله قدام المحكمه المختصه اللي اكيد هتطلع حكم منصف لكل الاطراف يعني. اكيد.